فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. شكرا للزميل الاخضر بالريش. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، لا ليغا الاسبانيه و90 عام من الشغف والمتعه والاثاره، ولكن هنا في ملعب الصدار امور مختلفه. اقليم الباسك مدينه بامبلونا تستضيف الجوله 29 ما بين نادي اوساسونا صاحب المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطه في مواجهه ريال مدريد متصدر المسابقه برصيد 49 نقطه، طبعا بعد 4 انتصارات متتاليه. ريال مدريد الاقصاء في كاس الملك في ربع النهائي امام ريال سوسيداد. كان طبعا يعني تعديلات كثيره في التشكيله النهارده، يمكن عن مباراه ريال سوسيداد هناك 8 تعديلات في تشكيله النادي الملكي اللي بيسعى للحفاظ على فارق 3 نقاط على امل تعثر نادي برشلونه في مواجهه ريال بيتيس، اللقاء اللي هنتابعه ان شاء الله. وتشكيله نادي ريال مدريد: كورتوا في حراسه المرمى في الدفاع للوصول الى التسجيل المبكر، واول فرصه واول كوره خطره جدا، خطر الكرة من ناتشو فيدال في هذه الكرة اللي مرت إلى جوار القائم في أول لحظات المباراة أمام الملك في مرمى سلامانكا، ولكن أول لقاء لي على فكرة أمام ريال سوسيداد. أدي انطلاقة اللاعب القادم الليجانيس، أول كرة للقادم الليجانيس لاعب خوسيه مانويل. فجاءت الكأس الكبيرة عندما يخرج حامل اللقب ريال سوسيداد، ألافيس، أيبار والمدن اللي محاولة المرور، انطلاقة ممكن هدف أول، ولكن كورتوا الرائع، كورتوا الرائع في اللقطة الماضية. روبن غارثيا مش ممكن غارثيا. وادي امامنا هنا الانطلاق في المساحات، العادة باللعب النهارده من بداية المباراة. ادي امامنا الكرة المقطوعة، ادي ارنياس، لكن حكم اللقاء يدي فاول، يدي فاول. شوف الضغط، خطأ من كاسيميرو، ضغط من جانب اوساسونا، 4 محاولات و2014 14 موسم. شوف الانطلاقة جاريث بيل، ولكن الفورمة والتركيز والاداء والعقد المسكين. هجمة واحدة من جانب جاريث بيل، ولكن يطلع سيرخيو هيريرا، يطلع سيرخيو هيريرا امامنا هنا ويلتقط الكره. مباراه باديه حلوه قوي، وان جاريث بيل يعني يحتاج الى معامله خاصه. استلام على طول امامنا من جانب اللاعب ارنياس اللي بيحاول على طول ركنيه امامنا الاولى من جانب نادي اوساسونا، على طول كره ملعوبه، استلام رائع ومحاوله من جانب اللاعب اوستيبينيان امامنا، لكن الى ركنيه ثانيه اوستيبينيان مقابل لا شيء. روبن غارثيا اللي ضيع فرصه راسيه، هدف اول. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، الركنيه الثانيه، هدف اول لاوساسونا في هذه الكره وفي هذه اللقطه، وضربه راسيه في منتهى الروعه، في منتهى الروعه. تجد راس اللاعب اللي كان متقدم في هذه الكره، طبعا ب8 اهداف نظيفه كان ذلك من غارثيا، لكن الركنيه اللي وضعها براسه بشكل رائع جدا. بنزيما لمه حلوه قوي، خروج الحارس غير موفق، ولكن اثنين اللاعبين اصحاب الخبرات. امامنا هنا المقارنات، فالفيردي ومع اللاعب انيجو بيريز، وجاريث بيل كاد ان يسافر باذن الله اللي هتقام في صيف هذا العام. استلام على طول من جانب كريم بنزيما، لكن يبقى الكلاسيكو المنتظر انه ينفرد بالقمه، يوسع فارق النقاط، لكن اوساسونا ليس ثم انطلاقه امامنا هنا من جانب اللاعب اللي بيحاول روبرتو بيريز، اللي برازيناتش اللاعب الصربي اللي بيلعب في وسط للايقاف. ادي تحرك حلو من جاريث بيل، السعي للتعادل، اوساسونا يتراجع، لمسه من جاريث بيل، هدف اللقاء يوناي غارثيا. 6 صحيحه، في حين اسكو 19 تمريره 14 من اللي بيستعيد مكانته، يتصدر الدوري في مرحله بناء فريق جديد، 40 وتعادلوا في 16 في هذا الملعب. هناك طبعا 10 لكن رقابه المره دي خلص صاحب الهدف، اللاعب اللي امامنا هو البديل اللي دخل، فران ميريدا دخل بديلا للاعب مونكيو. امامنا كاسيميرو الى مودريتش، عايز يقتحم ومرر، لكن امامنا كره تعدي من جاريث بيل، تعدي من جاريث بيل العرضيه، الكره الثانيه، ادي جاريث بيل، هل هناك ركله جزاء؟ اسكو التعادل في اللقطه الماضيه. جاريث بيل ودخول من اوستيبينيان، ولكن اسكو يصطادها حلوه قوي. يا ولد يا لعيب. اول اهداف اسكو في هذا الموسم، هدف التعادل ياتي في الدقيقه 33، ملوا عامهم 100 في اكتوبر في هذا العام. امامنا على طول الكره الخطيره وسيرخيو هيريرا وكارفاخال لما نادي اوساسونا امامنا الفريق الباسكي. ادي الكره العرضيه، واحد اللقاء وهدف يوناي غارثيا، وهدف هنا قادم امامنا. هو
راموس، هو سيرخيو راموس. يا ولد يا ولد كاسيميرو، الاسيست العظيم الرائع في اللقطه الماضيه. وياتي راموس هنا في الدقيقه 38 ياتي بهدف التقدم، ضربه راس، اذا راس اوناي جارسيا في الدقيقه 14، ثم قدم اسكو في الدقيقه 33، ثم هذه الكره الركنيه الجميله كاسيميرو الى راس. لكن ريال مدريد يضغط، ارتباك ديفيد جارسيا مع اوناي جارسيا. طبعا 2-1 بعد ما كان سجل اوناي جارسيا. ادي امامنا اللاعب اوساسونا كان صاحب السبق من خلال الضغط. امامنا اسكو بمهاره خلص كره مهمه قوي الى مودريتش حكم قيادته لفريق اوساسونا. دي الارقام دي على فكره في الليجا بالنسبه عشان يضمن الثلاث نقاط، يضمن الحفاظ على الصداره. هيريرا وفالفيردي في الكره اللي فاتت، والتحام كان من اس جي في 26 نوفمبر. كره اماميه في العمق، لكن ما بين الحصار. ادي امامنا روبن جارسيا. قصدي ضغط من جانب ناتشو فيدال. شوف الحماس اللي عند لاعبي اوساسونا، المساحات هل يستغلوا جاريث بيل في واحده من الكرات. 30 من 42 من جانب اسكو اللي يقدروا على العوده. يعني هناك رغبه. الكره الى داركو جنب الشمال على طول، اللاعب استيفاني بوجود جايجو ووجود روبن جارسيا كرأسي حربة اللي بيبذل مجهود كبير في مباراة اليوم. الفيردي مع بنزيما مع اسكو في المربع الهجومي. في 2016 2017 كان هبط خيخون واوساسونا، الفرق اللي بتكافح بتجد يعني 5 اساسي و5 بديل، ولعب لقاءين في دوري الابطال، مره اساسي ومره 16 عفوا، لانهم خرجوا من دورهم النهائي امام ريال سوسيداد. على طول مرور في الدقيقه 9 بعد مراوغه كانت ناجحه من جانب في مرمى ختافي. ادي امامنا مودريتش الكرات العاليه، لكن على طول استيفانيان كره الاسكو. يا ولد الفولو جول، الفول يعني كان في الاداء مميز الحقيقه. سدد مرتين، منهم تسديده كانت ممكن تبقى بشكل افضل، ويستأنف اللعب والاسقاط مع اعطاء الكره اقصائه من كاس الملك. كان العام الماضي خرج امام برشلونه في نصف النهائي. وصل للراحه اكثر نادي مانشستر سيتي، لأن الريال عنده الانذار. الكرات العالية أمامنا هنا، السعي للوصول، لكن فاران منطقة الجزاء، صراع راموس مرة ثانية، استبسال يطلع في الدقيقة 70 مكان اللاعب جاريث بيل. تمريرة أمامنا هنا في العمق، توالي كرات أمامنا استيفانيان، كرات الحائرة، لكن على طول يطلع محور الهجمات المرتدة. بنزيما عاملها نيسكو، لكن مودريتش داركو برازيناتش أمامنا، وكرة الهدف يا كان أمام البارسا في هذا الملعب. كرة على طول اللاعب استيفانيان في الدقيقة 14، ثم عاد لإسكو الدقيقة 33، ثم تقدم راموس قادما إن شاء الله، واستعداده يشارك في جزء من المباراة. استعداد استلام كاردونا، الهجوم ب3 لاعبين، كاردونا مع جايجو. 2014 الموسم 2014-2015 كان طرد راموس. تحرك فالفيردي، بص امامنا الكعب. حتى اسكو برضو اللي ظهر يعني بشكل لافت في مباراة اليوم. على طول كرة ملعوبة، استلام وسط ملعب كاسيميرو. الريال واوساسونا بالباسكيه تعني الهيلث او الصحه، يعني تصلنا اثناء التعليق على المباراه. اللي دخل كبديل واللي ايضا صنع الفارق عندما دخل في لقاء ريال، يخلص بالهدف الثالث. اتاخر لكن جات له المسانده. يا ولد يا لوكاس، يا ولد هو الثالث. الريال حط الجير وانطلق امامنا هنا، ويسجل لوكاس فاسكيز اللاعب البديل ثاني. ادي امامنا كره اماميه، انطلاقه فالفيردي. هل هناك هدف رابع؟ بالفعل هدف رابع. نفسه يوفيتش، نفسه امامنا هو اللي نفسه فيه يتحقق. يا ولد يا فالفيردي، يا ولد يا يوفيتش امامنا هنا اللي بيسجل هدفه الثاني في اطار الليغا الاسبانيه مقابل لا شيء. روبن جارسيا اللي ضيع فرصه راسيه، هدف اول. يا ولد الركنيه الثانيه، هدف اول لاوساسونا في هذه الكره وفي هذه اللقطه، وضربه راسيه في منتهى الروعه. تجد راس اللاعب اللي كان متقدم في هذه الكره العرضيه. الكره الثانيه ادي جاريث بيل، هل هناك ركله جزاء؟ اسكو التعادل في اللقطه الماضيه. جاريث بيل ودخول من استيفانيان، ولكن اسكو يصطادها حلوه قوي. يا ولد يا لعيب. اول اهداف اسكو في هذا الموسم، هدف التعادل ياتي في الدقيقه 33. واحد اللقاء وهدف اوناي جارسيا، وهدف هنا قادم امامنا. هو
راموس، هو سيرخيو راموس. يا ولد يا ولد، كاسيميرو الاسيست العظيم الرائع في اللقطة الماضية. ويأتي راموس هنا في الدقيقة 38 يأتي بهدف التقدم، ضربة رأس، إذا رأس أوناي جارسيا في الدقيقة 14، ثم قدم إيسكو في الدقيقة 33، ثم هذه الكرة الركنية الجميلة كاسيميرو إلى راموس يخلص بالهدف الثالث. اتأخر لكن جات له المساندة. يا ولد يا لوكاس، يا ولد يا ولد يا ولد، هو الثالث. الريال حط الجير وانطلق أمامنا هنا ويسجل لوكاس فاسكيز اللاعب البديل تاني. ادي امامنا كرة امامية، انطلاقة فالفيردي. هل هناك هدف رابع؟ بالفعل هدف رابع. نفسه يوفيتش، نفسه امامنا هو اللي نفسه فيه يتحقق. يا ولد يا فالفيردي، يا ولد يا يوفيتش، امامنا هنا اللي بيسجل هدفه الثاني في اطار الليغا الاسبانية.